الترحيب يتواصل بكم وبروعة حضوركم ضيوفنا الكرام هذا المساء. والآن كلمة لشيخ قبيلة ذوي مدرش من بني سليم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن جبر المدرشي السلمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم ربعي ذوي مدلش جميعا نحيي بالجميع من قبيلة سليم ومن القبائل الأخرى، فحيا هلا بالجميع، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، حياكم الله. تحايا السيل والدلال المباهير بالهيل. كما ننقل التبريكات والتهاني للعريسين الغاليين محمد بن ساعد المدلشي وهانية بن سعود المدلشي، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونوصيهما بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما فيما أعطاهما، وأن يجزل عليهما البركة، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. كما لا ننسى أن نتحمد الله سبحانه وتعالى على شفاء الشيخ صالح بن عوض بن رفيع المدلشي، ونقول له سلامات وألف لا باس يا أبا خالد، والحمد لله على سلامتك، والحمد لله أنك خرجت سالما معافى. قدامك العافية يا أبو خالد. أيها الأحبة، قصة يسيرة نستفيد منها فائدة عظيمة. دخل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن عفان في المسجد، فسلم عليه، فلم يرد عثمان عليه السلام، عليه رضوان الله السلام، فغضب سعد بن أبي وقاص وذهب إلى عمر بن الخطاب يشتكي له، فقال: يا عمر، إني دخلت المسجد وسلمت على عثمان فلم يرد السلام، أحصل في الإسلام شيء؟ فذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما إلى عثمان بن عفان وسأله عمر، فقال له: يا عثمان، ما بالك لا ترد السلام على سعد بن أبي وقاص؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لم أسمعه ولم أنتبه له، فإنني كنت مهموما حزينا. فقال عمر بن الخطاب: وما الذي أحزنك يا عثمان؟ قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هناك كلمات من قالها استجيب له دعواته، من أفضل الكلمات. يقول عثمان ونحن في لهف وننتظر هذه الكلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقولها وندعو ليستجاب لنا، فإذ برجل إعرابي دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فانشغل معه النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال والجواب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى بيته وانفض المجلس. يقول: فأنا مهموم حزين على تلك الكلمات التي لم يقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص: أبشر يا عثمان، فوالله إني كنت جالسا معكم آنذاك وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن تلك الكلمات، فقال، وانتبهوا لهذه الكلمات: كثير منا من يحمل هما وغما، كثير منا من يبحث عن وظيفة، كثير منا من يبحث عن رزقه، كثير منا من يحتاج إلى هذه الكلمات، وهي دعاء نبينا ذا النون يونس بن متى عليه السلام حينما لبث في بطن الحوت سنين عدة، قال هذه الكلمات فأخرجه الله من بطن الحوت، وهي: لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين.
كلمات فيها توحيد الله لا إله إلا الله، وفيها تنزيه الله سبحانك، وفيها الاعتراف إلى الله إني كنت من الظالمين. أيها الأحبة، صدق من قال أن جزيرة العرب في هذه الأيام وفي هذه السنة كحديقة بين نيران، فالسعودية ودول الخليج كلها حاليا لمن يرى إلى جنوب وإلى الشمال وإلى الشرق وإلى الغرب يجد الحروب والطواحن والموت والجوع والقصف، والحمد لله نحن نعيش هنا برغد وسلام وأمان. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره امتثالا لقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده وولي عهده وجميع المسؤولين وعلمائنا هذا، وصلى الله وسلم، وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.